عودة من جديد ويحدث هذا الأسبوع على هوا الشباب والرياضة، وما زال منورنا طبعا في الاستوديو الأستاذ محمود حافظ الناقد الرياضي بموقع كورة. كنا بنتكلم عن اتحاد الكورة والواقعة الأخيرة الخاصة بإيقاف اللاعب محمد الشيبي، وطبعا أضفنا إليها وقائع أخرى، كله في إطار إنه دولاب العمل الإداري في اتحاد الكورة يحتاج إلى إعادة نظرا لأن في مشاكل كتير جدا جدا جدا. هتيجي تبحث في كل مشكله. شوف احنا اتكلمنا في مشكله حسين الشحات والشيبي، طلعنا منها كام مشكله بقى، وهترجع لورا كام باك كده لورا، نفس القصه، فلاش باك قصدي لورا، هتلاقي نفس مشاكل تانية بتظهر. انتوا مش حاسين يا جماعه ان في حاجه غلط؟ يعني انا عايز اسالهم سؤال لاتحاد الكوره، انتوا مش حاسين ان في مشكله من ساعه خروج لو تفتكر منتخب مصر في كاس الامم قدام الكونغو؟ احنا اتكلمنا معاهم بمنتهى الواقعيه والصراحه، لان احنا عايزين بلدنا تبقى احسن بلد على المستوى الاداري وعلى المستوى الكروي، ده اهم حاجه. انت النهارده تتفرج على مباريات زي نهائي كاس السعوديه امبارح، مباراه رائعه طبعا تنظيميا ويمكن فنيا مش هقدر اقول ان هي 100 لان هي اقوى. يعني مباريات الكاس دايما تربح ولا تلعب، مش هتلاقي فيها فنيات كتير، يعني مباريات النهائيات يعني تمام. لكن شفنا المباراه خلاص، اللعيبه شكرا هتاخد اجازه راحه سلبيه بقى شهر ولا حاجه، مش هنشوفهم تاني. لا هيلعب بقى مع منتخبات بلاده، هيلعب وهيرجع بعد كده يكمل راحته السلبيه. انت النهارده احنا اللعيبه بدنيا استهلكت ليه؟ لان انت تلاحم مواسم. النهارده الدوري بتاعك الله اعلى واعلم هينتهي في سبتمبر زي ما هم بيقولوا ولا لا تمام، هينتهي في 8، ينتهي في 9، لسه بنشوف تمام. كل سنه نفس المشكله، عارف انت اللي هو فيلم الف مبروك، انت بتعيد الاحداث تاني، هي كل سنه نفس المشكله وكل سنه بنواجه نفس القصه. طب ما احنا يا جماعه الخير اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا ان حل المشكله دي مفادها في حاجتين، يا اما تعمل دوري من مجموعتين ويبقى دوري استثنائي للسنه دي، تضحي بموسم عشان تنقذ مواسم، كده الفرقه هتشارك في افريقيا وهتلعب في افريقيا عشان تنقذ مواسم قادمه. لان والله العظيم يا جماعه احنا مش هنحس بقيمه ده بعد كده لما منتخب مصر الحاله دي مش بيعرف يعمل كده. ليه؟ الراعي بيقولوا لا، عشان عدد الراعي بيقولوا لا، عشان عدد المباريات بس. فهي الفكره في كده. طيب خلاص يبقى انا بقى ما ينفعش، يبقى انا هستنسخ بقى تجربه زي ما قلت، هستنسخ تجربه السعوديه ان انا انهي المواعيد الدوريات والمسابقات في مواعيدها المقرره. هستنسخ تجربه المغرب لما المنتخب بيروح يلعب في سواء بقى في افريقيا، في تصفيات كاس عالم، في اي بطوله ايا كانت، الدوري عندهم ما بيتوقفش كمان، بينتظم المسابقه اللي هي البطوله الاحترافيه هناك تمام. بتنتظم بطوله انوي عندهم هناك وبتتلعب عادي، مفيش اي مشكله خالص، وبيكملوا وما عندناش اي مشكله. وان تلاقي الفرق كلها بتلعب ومستواها كويس وبتبدا الفرق تشارك في افريقيا عادي. طب ما هم عندهم برضو توقفات، عندهم يعني قصدي المنتخب ليه ما بيعملوش توقفات تمام. فانت الحل للقصه دي، طالما انت اتحاد كوره المفروض انك قوي، وان المفروض ان انت اقوى من الانديه، مع ان انا اشك في ده على ارض الواقع ما بيحصلش تمام. ابعد عن فكره التاجيلات دي خالص. هتقول لي اصل الاهلي والزمالك لعبتهم فبتشارك مع المنتخب، يا سيدي ما عنديش مشكله. انت حاليا دلوقتي قوائم الانديه 30 لاعب، اعملها 35، اعملها 40، ازيدك مش شعر بيت. طيب تعرف ان نادي الالومنيوم منافس الاهلي، ونادي بروكسي منافس الزمالك، ونادي النصر منافس بيراميدز اعترضوا على التاجيل؟ اللي انا شفت البيان بتاعهم، البيان الصادر الرسمي، الالومنيوم وبروكسي، وكان وجه الاعتراض وجيه نقدر نقول، يعني اللي هو ايه، ناس خلصت مسابقات من بداية شهر مايو، مستني عشان يلعب ماتش قدام الاهلي او قدام الزمالك في دور ال 32 كاس مصر، بطولة بيستناها من السنة للسنة عشان يظهر قدام الشاشات وقدام ويسوق لاعيبته، او اللعيبة تظهر قدام تقول ان احنا بنعرف نلعب كورة اهو بنأدي كويس. فتقوم انت مباشرة كده تقول له ايه، اجلت واجلت لموعد لم يتم تحديده بعد. خد بالك الناس مخلصه الدوري بتاعها من شهر كامل ومستنيه عشان ماتش، وانت مجرد ان الاهلي او الزمالك اتضايقوا منك وزعلانين وخدوا على خاطرهم فانت عملت كده. طيب نادي الالومنيوم في بيانه قال صراحه، وطالب اتحاد الكره بتعويض مادي عن الفتره دي اللي انا بتمرن فيها بلا طائل، مفيش، ما عنديش هدف خلاص. ما انت جيت في وقت معين قلت لي مفيش ماتش، انت لو قلت لي من اول يوم مفيش ماتش خلاص هستنى بقى لغايه ما يتحدد موعد المباراه. حاجه تانية مهمه جدا، بطوله كاس مصر، واتحدى حد يجيب لي ورق غير الكلام ده. الورق اللي رايح للانديه المشاركه في البطوله قال ان دور ال 32 بدون اللاعبين الدوليين. بيلعب بدون الدوليين، صح، بدون اللاعبين الدوليين. انت يعني انا مش عارف هي الناس ليه طب انا الاهلي قال لك مش لاعب،
ما تلعبش بالظبط كده، ما تلعبش بالظبط كده. طب الزمالك ما تلعبش، ما تلعبش، ايوه ما تلعبش، وطبق اللائحه وانسحاب. انسحاب. والالومنيوم ينزل ارض الملعب وبروكس ينزل او يصفر يا حكم 2-0 اللي مش عارف مين، بس خلاص. والجمهور على فكره الجمهور يحترم اتحاد الكوره في ده لو عمل ده. بالظبط كده. يعني مش هيقول لك لا ده احنا مع فرقتنا ولا لا لا لا، هيلقي باللائمه على ناديه. ما انت عندك 30 لاعب، انت خايف تلاعب الالومنيوم، مع كامل الاحترام والتقدير الالومنيوم فوق الراس والله ما اقصدش اكيد طبعا. انت خايف تلاعب بروكسي وانت ما معكش اللعيبه الدوليه. هو في ايه؟ فهو في ايه دي بقى نقف عندها شويه، عشان في حاجات كتيره يا كابتن. احنا زي ما قلت لك صوت اتنبح في النقطه دي. يا جماعه التاجيلات، ما هو انت عندك حل من اتنين ما لهمش تالت. لو انت اتحاد كوره قوي مالي المكان اللي انت فيه تمام، حاجه من الاتنين، يا هلعب دوري من مجموعتين هيبقى دوري استثنائي الموسم واحد بس واضحي بالفكره عدد المباريات. نعم. عندي مشكله مع الشركه الراعيه مش موافقه، خلاص يبقى الاتجاه الثاني ان انا ما فيش حاجه اسمها تاجيلات، لا دوري ولا كاس. يعني انا هنا تاجيلاتي واتكلمنا فيها قبل كده لو تتذكر معايا، تاجيلاتي هنا مش تبقى دي بس، تاجيلاتي مش في كاس بس، لا تاجيلاتي لا في كاس ولا في دوري. نعم. ليه؟ لان المغرب مش احسن مني. هتقولي لا المغرب عندها عدد محترفين بره وقوام المنتخب المغربي مكون من 20 محترف ولا 15 محترف. طب ما انت عندك عدد محترفين مش قليلين. انت النهارده انت مش بتتكلم في منتخب مصر 98 مثلا تمام عنده 3 4 محترفين بره، لا انت النهارده عندك صلاح والنني وعندك تريزيجيه مرموش ومصطفى محمد وحجازي. هتتكلم عن كتير بقى. شوف احنا اتكلمنا عن 5 6 واحنا قاعدين. فانت عندك على الاقل بيبقى عندك 11 لاعب، يعني فرقه تمام، عندك 11 لاعب بتجيبهم محترفين من بره، ولسه عندك تاني عندك سام مرسي انت ما استخدمتوش، ده برده نقطه هنتكلم لما ندخل عن المنتخب ان شاء الله. فعندك محترفين كتير وعندك لعيبه من اصول مصريه بتلعب، محتاجه اللي هي عين على الايه، على المحترفين في الخارج. نعم. محتاجه تبص عليهم بصه كده، بص عليهم صحيح بالظبط. صحيح. فده الحل الوحيد ان انت ما تاجلش المباريات، لان التاجيل ده هو اللي بيعمل كده. النهارده الاهلي عنده 10 مباريات مؤجله كابتن والزمالك عنده 9 تمام، فانت بتتكلم ده دوري، ده دور اول ده مش كده. فيعني في كل الفرق قربت تخلص والزمالك والاهلي لسه ما لعبوش ثلث الدوري. هيحصل ايه؟ خد مني ده وقتها ان شاء الله نتقابل يا رب ان شاء الله. الاهلي والزمالك هيضغطوا في ماتشاتهم في اللي جاي في الدوري ويتحطوا في وسط الماتشات دي ماتش الكاس اللي هو اتاجل ده، فيطلعوا يعترضوا. انت بتحط لي بين ماتشين مضغوطين ماتش، انت ما عندكش حل تاني. بالظبط. هتلعب امتى تخلص الموسم؟ طب احلها ازاي؟ بالظبط. ولا خلي الكاس يروح للموسم السنه الجايه زي السنه اللي فاتت ولا قبلها. برضه نفس فكره هترجع دوري عجله زي ما احنا برضه واقفين يا لمونه نفس الموضوع. ارجع للكلمه الاساسيه، كلمه ايه؟ المسكنات. اي اداره في اي حته في العالم، شركه بقى نادي موقع او تاجيل المشكله لوقت تاني اجلها، هي مسكن. هي ماشيه بنظام المسكنات. والله العظيم بتفشل. والله لو مشيت 100 سنه بنفس السيستم هتقع. ليه بقى؟ لان انت اصل المسكنات دي مش علاج. انت لما بتروح لاي دكتور بتعرف الدكتور حتى الفاهم من اللي مش فاهم، مع احترامنا لكل الدكاتره طبعا. صحيح. في 500,000 دكتور في مصر تمام، بس المميزين كام؟ صحيح. زي ما في 500,000 محامي في مصر بس المميزين كام؟ زي ما في 500 لاعب في مصر بس المميزين كام؟ تمام. المميز هنا اللي بيدور على المشكله من جذورها ويحلها يا كابتن محمد، مش اللي بيديك مسكن ويقول لك تعالى اشوفك بعد اسبوعين استشاره. تمام. هو ده اللي بيعمله اتحاد الكوره دلوقتي. تعالى بعد اسبوعين اشوفك استشاره، يجوا الاسبوعين خلصوا، ايه ده بقى؟ تعالى احنا كان عندنا موضوع بروكسي والالومنيوم اللي كان بيتكلم فيه محمد بدر وقال لك ده هنعمل كذا 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 ومعاون. يا عم طب نشوف الموضوع ده، انت عايز ايه يا محمد؟ وانت عايز ايه يا محمود؟ تمام. انا عايز ما العبش ماتشين في وسط، طب رحلوا الماتشين دول بعد كده ونفضل نكرر نجيب الثانيه وهكذا ونعيد المرار الطافح اللي احنا فيه ده مره ثانيه. تمام. كنا بنلعب كاسين في وقت واحد، ده لسه من اعتقد السنه اللي فاتت او اللي قبلها. والله العظيم والله بجد يا جماعه، انا مش ما حدش يقول عليا انا مش يعني انا بكامل القوى العقليه. كنا بنلعب كاسين في وقت واحد والاثنين كاس مصر. فاكر. كاس مصر ما انتهاش، وفي النص في سوبر المفروض كاس مصر ما انتهاش وكاس مصر ابتدى وبيكمل. ولو تفتكر السوبر كان في النص وبنلعب بالزمالك كان مستني في دور اعتقد قبل النهائي او النهائي، مستني حد هيطلع لسه من دور الثمانيه. انا فاكر ده من الموسم اللي فات او اللي قبليه. حاجه غريبه جدا يعني. فلغايه امتى الله اعلم يا جماعه يعني. عشان يعني نطوي الصفحه بقى، كفانا مسكنات بالظبط. لا طبعا كفايه. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله منتخبنا الوطني لكرة القدم عنده مباراتين مهمتين، اولهم ان شاء الله هتكون هذا الاسبوع يوم الخميس اللي جاي في احتكاك هو الاول بشكل رسمي الكابتن حسام حسن، في ظل طبعا ضغوط كبيره بيواجهها الجهاز الفني لمنتخب مصر
كلنا مع منتخبنا الوطني، اكيد كلنا محتاجين منتخبنا الوطني ينجح، لان هو عنوان الكرة المصرية هو المنتخب. وان شاء الله كلنا داعمين باذن الله. ومرحلة مهمة جدا 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 كمان، انا عمال اقول جدا اهو، لان احنا عندنا مباراتين ب6 نقاط في مشوارنا في تصفيات كاس العالم. عندنا 6 نقاط واحنا اول المجموعة، ان شاء الله لما ناخد ال6 نقاط دول نكون 12، اعتقد هيريحونا بشكل كبير جدا في المرحلة القادمة. بعد الفاصل مع حضراتكم يحدث هذا الأسبوع كلام عن منتخبنا الوطني لكرة القدم ومباراتيه القادمتين، والأولى أمام بوركينا فاسو إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله. عودة من جديد يحدث هذا الأسبوع عندنا عدة فعاليات رياضية، لكن أهمها طبعا منتخبنا الوطني لكرة القدم عنده مباراة مع منتخب بوركينا فاسو إن شاء الله يوم الخميس القادم الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم. أستاذ محمود، مباراة مهمة جدا، احتكاك رسمي أول لكابتن حسام حسن مع منتخبنا الوطني لكرة القدم. إن شاء الله لا بديل عن نقاط 3 في هذه المباراة، وأداء يكون مقنع للجمهور كنوع من تقديم منتخب مصر في ثوب جديد مع كابتن حسام حسن. والله يعني كابتن محمد، أنا أتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني. هو ده الحاجة الأهم اللي احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن انتظام المسابقة وهنعمل خريطة طريق 1 و2 و3 وتطبيق لوائح في النهاية. واحنا بنعمل كل ده عشان ايه؟ عشان بلدنا. صحيح. عشان انا نفسي مصر تبقى ضيف دايم في كأس العالم كل سنة، كل 4 سنين. نعم. ما تبقاش مثلا تروح للبطولة كل حاجة 20 سنة مرة. يعني انا زعلت جدا وحزنت جدا 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 لعدم وصولنا لبطولة قطر. تعرف يا كابتن، مصر يعني قدر الله ما شاء فعل، لو كنا وصلنا لبطولة قطر 2022 دي، انا مش مستبعد ان ممكن مصر كانت تعمل اداء زي منتخب المغرب، لان انت عشان الجمهور المصري اللي موجود هناك. الجاليه المصريه كبيره جدا، تحس انت بتلعب في مصر. وشفنا ده في ماتشات السوبر الافريقي. نعم. الزمالك والاهلي لما راح لعب نهضه بركان ولاعب الرجاء ولاعب بالظبط ولعب كاس العالم للانديه. فاللي هو انت بتشوف لا مصر يا جماعه، لا لازم منتخب مصر يستحق اكبر من كده بكتير. دلوقتي المرحله اللي احنا فيها هي اسهل مرحله لوصول لكاس العالم، بس مع الحذر، لان ده السهل الممتنع. بالظبط. ليه بقى؟ نوضح للساده المستمعين ان نظام المسابقات اتغيرت فيما يخص التاهل عن كل قاره من قارات العالم الخمس الى كاس العالم او نهائيات كاس العالم، بدايه من النسخه المقبله ان شاء الله في الولايات المتحده وكندا طبعا والمكسيك. تمام. البطوله اللي جايه دي ان شاء الله هيتاهل ليها، اللي هي 26 هيتاهل ليها المنتخبات من كل قاره. هنبدا الاول بقاره افريقيا، او هنسلط الضوء على قاره افريقيا لان دي اللي تهمنا، اللي فيها منتخبنا. نعم. انت عندك 10 مقاعد، بس نظامهم متقسم كالتالي: 9 مجموعات، اول كل مجموعه مباشره الى كاس العالم. مفيش بقى خلاص نوك اوت ستيج زي ما كان ماتش غانا 6-1 والكلام ده، لا خلاص. فانت ما عندكش بقى فكره السنغال ده ركلات ترجيح، والسنغال الاخيره النظام رجع تاني، النظام اللي هو نوك اوت ستيج، خروج المغلوب اللي هو مباراه والعوده. نعم. تمام. دلوقتي خلاص مجموعات، ال9 بيتأهل أول كل واحد كأس العالم مباشرة. طب العاشر بقى بنعمل فيه إيه؟ العاشر ده باسمه نصف مقعد بيطبق أو بيصفي مع إقيانوسيا وآسيا. تمام. بنشوف ساعتها مين الأعلى سكور هنا وهنا، بيجي ساعتها اللي هو زي ما بنسميه أحسن تواني كده. تمام. بيدخل بعد كده يصفي هو العاشر. طب معلش مع احترامنا، تخيل معايا إن أنت حتى لو لا قدر الله ما تحتلتش أحد المراكز المؤهلة اللي هي الأولى، ليك فرصة تانية برضو تتأهل كمقعد عاشر. هنوصل بقى امتى كاس العالم؟ ده بقى هنا السؤال. لازم يا جماعه زي ما قلت في بدايه كلامي، هو ده السهل الممتنع. بس لو استسهلته مش هتوصل. لا، وبعدين احنا كان كل مره ما بنوصلش كاس عالم بيكون معانا واحده من القوى الافريقيه الكبرى بين قوسين. معانا السنغال، معانا غانا يكون عائق بالنسبه لنا. معانا مره المغرب تصعد على حسابنا، كوت ديفوار تصعد على حسابنا، كان مجموعه فيها الكاميرون كمان في 2006، واحنا كنا السبب الرئيسي في صعود كوت ديفوار لما غلبنا الكاميرون في القاهره ورحنا تعادلنا معاهم هناك. واتغلبنا الماتشين لكوت ديفوار في القاهره مع ترديلي في اسكندريه، الماتش ده 2-0 وقتها ولا 2-1، ورحنا خسرنا هناك في ابيجان 2-0. فاحنا قدمنا على طبق من ذهب وقتها الصعود لمنتخب كوت ديفوار في ذلك التوقيت يعني. فكان اللي اقصده ان احنا كان دايما بيكون معانا قوة كبرى أفريقية في كرة القدم. هذه المرة مع كامل احترام لكل المنتخبات بما فيهم منتخب بوركينا فاسو، فيش قوة أفريقية كبيرة في كرة القدم في هذه المجموعة إلا منتخب مصر بالمناسبة. وأنا قصد أقول كده، ومنتخب بوركينا فاسو منتخب قوي، ولكن يبقى أن منتخب مصر باسمه وبهيبته في أفريقيا وبتاريخه. حد يقول لك أنت بتتكلم في التاريخ، أيوة بتكلم في التاريخ. التاريخ برضو ليه أهمية في مثل هذه المواقف. مؤثرة جدا. طيب
هل الماتش ده يخوف ماتش بوركينا فاسو، كون ان احنا بقى التصدير اللي حصل في الاعلام الفتره اللي فاتت انه كام 20 لاعب محترف من بوركينا، ومنتخب مصر مش عارف ما اعرفش كام لاعب محترف. هل التهويل من قيمه المنتخب البوركيني تقلقنا، ولا احنا لابد ناخد الامور بشيء من التعقل شويه؟ طيب هقف عند النقطه اللي حضرتك تفضلت وقلتها دي يا كابتن محمد شويه صغيرين عشان اقارن بمرحله. انا النهارده دي اول مباراه رسميه لحسام حسن، مش هقدر ان انا احكم عليه. المباريات الوديه اللي لعبها مع نيوزيلاند وكرواتيا في البطوله الوديه اللي اتلعبت في مصر هنا اهو، تمام، اللي هو كاس العاصمه اللي هو بتاع افتتاح الملعب العاصمه الاداريه. نعم. انا مش هقدر ان انا اقول ده مستوى حقيقي، يعني انت خسرت 4 ساعتها ما اقدرش اقول ان ده مستوى منتخب مصر، لا دي مباريات وديه انا بلعبها عشان اكتسب مزيد من الايه، من الخبرات. نعم. لكن النهارده انا مش عايز ابص على عيني ان انا اوصل لكاس العالم بس، لا 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 لا، الموضوع ابعد من كده بكتير. انت خلاص ما عندكش حجه ان انت توصل كاس العالم. مجموعتك مش هقول ان هي ضعيفه، انا قلت ان هو السهل الممتنع، لكن هم مش بعبع بالنسبه لي. هم مش اسود افريقيا مثلا، مع كامل احترامنا. النهارده انا ببص للبطوله دي او للتاهل للبطوله دي عشان اعدي الدور الاول كمان من كاس العالم. يعني انا مش عايز اتاهل بس، لا ده انا عايز كمان افكر ان انا اعدي الدور الاول. وعلى فكره الموضوع مش صعب، يعني الموضوع لو انت صدقت في وامنت بقدراتك زي ما الجزائر عملت وزي ما المغرب عملت، وهم منتخبات عربيه زينا، تمام. نعم. وعندهم محترفين. اي نعم الجزائر دلوقتي المستوى الفني مش اقوى حاجه، وخروج من افريقيا وما بتوصلش ما وصلتش كاس العالم اللي فات، لكن دلوقتي هي في مرحله تكوين، تمام. نقف بقى على النقطه المهمه اللي الناس بتقول ان ليه هل احنا نخاف من بوركينا او نخاف من غينيا بيساو؟ ما اقدرش اقول لك 80% تخاف، بس اقدر اقول لك لازم تحذر طبعا. لسبب صغير. الكره علمتنا كتير يا كابتن محمد، وعبر الكره علمتنا اكتر، الدراميات الاحداث اللي بتحصل دي، الحاجات الدراماتيكيه اللي بتحصل في الكره دي علمتنا برضو كتير. نعم. منتخب بوركينا حاليا نبص عين عليه كده شويه، نوضح للساده المستمعين مع مرحله ما بعد افريقيا 2023 الاخيره. منتخب بوركينا وصل ل 16 دور 16، خرج زي منتخب مصر، لكنه مش منتخب ضعيف. احنا شفنا في مرحله المجموعات كان عامل مباريات قويه جدا. طيب المدرب الحالي هو براما تراوري. براما تراوري ده احنا لنا معاه ذكرى حلوه شويه. براما تراوري ده وطني، مدرب من بوركينا زي حسام حسن، فانت عندك برضو حته الولاء والانتماء. فمعنى كده ان انت بتواجه فرقه مش سهله. يعني انت لو مدرب اجنبي برضو طبعا هي مش مقياس قوي، لكن حته المدرب الوطني في المنتخبات الوطنيه بتضيف نوع من الحماس شويه للاعبين، خصوصا ان ده مدرب مش من المدربين اللي يعني الصغيرين في السن، لا ده مدرب قديم معاهم. المدرب ده كان في جيل 98 اللي تفوق عليه منتخب مصر 2-0، تمام بالنهائي وقتها بالظبط. كسبناكم في جنوب افريقيا الجمله الشهيره في بوركينا فاسو، تمام. فطبعا ده كان موجود قدام حسام حسن، وكان هو نفس الجيل اللي لعب قدامه، نفس السن هم تقريبا، يعني حسام اكبر شويه يعني، تمام. جينا بعد كده في 2000 قررنا نفوز تاني بس بنتيجه 4-2 في مرحله المجموعات. في بطوله 2000 طبعا ما كانتش افضل حاجه مع جيرارد جيلي، وما كانتش افضل شيء، لكن احنا قدرنا برضو لينا الكعب العالي. فهنا ده فعل حسن. يعني انا عندما يواجه براما تراوري منتخب مصر بمكوناته بقى، سواء حسام حسن كان مدرب او لاعب، بيخسر قدامه مرتين، لكن ده برضو مش مقياس. هنا نقطه التاريخ اللي حضرتك قلتها من شويه، انا ليا كعب عالي بس ما ادخلش واثق قوي، عشان انا يبقى عندي برضو نوع من الحذر. لان منتخب بوركينا في مرحله تغيير جلد. هو على فكره غينيا بيساو الاثنين بيغيروا مدربين، تمام. بعد ميلود اللي هو كان بيدربهم في بطوله الامم الاخيره، المدرب الفرنسي راح بعد كده رجعوا لفكره المدرب الوطني تاني. فهم عارفين هم عايزين ايه. هم حاليا المركز الثاني بعد منتخب مصر. المباريات مش هقدر اقول انها سهله، لان مباراه بوركينا عندها لعيبه برضو قويه. انت بتتكلم في اللاعب وطاره، وبتتكلم في لاعبين كسر محمد كوناتي بالمناسبه، ده بقى لينا نقطه شويه نقف عندها، وده بطلب خاص من مارسيل كولر، تمام. اللاعب ده اللي هو مهاجم اخنت الروسي، تمام. ده على رادار النادي الاهلي بالمناسبه، وده خبر حصري يعني. وانا عرفت ان هو العقد بتاعه انتهى في يونيو الحالي، في 30 يونيو 30/6، تمام. فهيخلص في اخر نهايه الشهر ده. فهو كده مارسيل كولر جابوا له اكتر من مهاجم، فشاف المهاجم ده عجبه، فعايز يجيبوه ويشوفوه على ارض الواقع، وبعد كده يبداوا المفاوضات معاه عشان يتعاقدوا معاه في صفقه انتقال حر. الاهلي مفيش افضل من ان هو يشوفه قدام منتخب مصر، صحيح، وهيشوفه واقعيا هو وطاره. ويعني عندهم او يوسف دايو مثلا، المهاجم بتاع المدافع بتاع نهضة بركان، من ضمن القوام الاساسي لمنتخب بوركينا. فهم وعندهم لعيبه كتيره. انت بتتكلم في سانجاري مثلا بيلعب في فرنسا،
عندك اللاعب الاخر انا مش على بالي اسمه دلوقتي حاليا، اللي هو بتاع لوتن تاون الانجليزي على ما اعتقد، برضو حاجه زي سنجاري او كده، برضو من اللاعبين. انا بحاول اتذكر اسمه عاجبه، هو في وسط ملعب تمام. كابوري ده على فكره لاعب قوي جدا، ومطلوب على فكره في مانشستر يونايتد، ومطلوب في برينتفورد الانجليزي، لان خلاص لوتن تاون نزل. نعم. نزل درجه ثانيه. فده من ضمن اللعيبه. كابوري ده على فكره لاعب رومانه في وسط الملعب، رومانه ميزان. فهو منتخب، ما تفتكرش ان هو منتخب سهل، لا. انا لو دخلت المباراه هعمل كده، لا قدر الله ممكن اتعادل هنا واروح اخسر هناك بسهوله. فتتشقلب بقى هنا موازين المجموعه تماما، هتتقلب كل الترتيبات وكل الحسابات، وهندخل في مرحله. هي مباراه تحتاج ثقه ولكن بحذر جدا. المباراتين بالذات بوركينا، لان بوركينا عندها لعيبه متمرسه في الدوريات العالميه. وانا قلت لك مجرد على فكره ده يعني اسماء امثله، ده في لسه تاني تمام. لكن انا بقول لك الصفوه بتاعتهم بيلعبوا. يعني انت عندك لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي، هم كمان عندهم لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي، عندهم لعيبه بتلعب في الدوري الايطالي والفرنسي، بحكم اللغه، لان اللغه عندهم الاولى الفرنسيه مع اللغه البوركينيه المحليه. فبيقدروا ان هم يعرفوا ينافسوا على يعني عارف انت الليفل ده، هم عارفين ان بيلعبوا في الليفل ده ازاي. يعني مش اللي هم الموضوع بقى مش خوف وتدخل وبعدين هتيجي مثلا تقول لي طب ده بالنسبه لبوركينا غينيا بيساو، ما احنا شفناها في كاس الامم، بتخرج بصعوبه وبتوصل لمرحله من افضل المراحل اللي ممكن ان انت توصل لها، في حين ان احنا خرجنا من دور ال16. صحيح. يبقى اذا التاريخ هنا مش كله يقف مع صاحبه. وفي نفس الوقت انا ما ينفعش اخاف زياده عن اللزوم عشان الامور ما تتعقدش معايا. لازم العب على ان انا منتخب مصر لكن بحذر عشان اوصل للنقطه اللي انا عايزها. طيب محمد صلاح ان شاء الله ينضم النهارده للمنتخب باذن الله. ان شاء الله النهارده الساعه 6 يكون وصل بالسلامه. يعني طبعا هو كان محتاج نوع من الراحه كده البدنيه، لان هو خد اجازه بالمناسبه بعد نهايه احداث الدوري. لان طبعا هناك في لازم يكون في راحه سلبيه، غير عندنا هنا طبعا مفيش التحام تلاحم مواسم. فهو طبعا نهى الراحه السلبيه بتاعته وراجع ان شاء الله النهارده يكون 6 مساء في القاهره ان شاء الله رب العالمين. مين هيعوض مرموش في تشكيله منتخب مصر؟ شوف والله انا يعني والمناسبه انا يعني مش تصريح غير موفق طبعا. اتمنى له طبعا المشكله دي تتحل، لان رمضان صبحي يعني الموضوع ده مش عايز اقول حاجه مش حلوه، لكن الموضوع ده قد يصل حد ايقافه ل4 سنوات. يعني فانت بتتكلم في رقم ده خلاص كده شكرا يعني تمام. ف 27 سنه، وعلى فكره رمضان صبحي عنده 27 سنه. هو يعني الامر ما يستوجبش ان ممكن يطلب منه عينه ثانيه. ممكن، ما هو دلوقتي في مرحله بقى طعن، وفي مرحله ان انت يعني بتعمل زي استئناف كده على القرار ده والفكره دي. جلسه استماع يوم 6. هي جلسه الاستماع بيبقى من ضمنها تقديم عينه ثانيه تمام. وبتبقى في فتره وجيزه، اللي هو ما يبقاش في فتره لحق المنشط ده يروح من الدم. بس انا عايز انوه لحاجه، عشان انا في ناس خدت الموضوع ده بحيز الانتقام شويه، او بحيز عارف انت الكيد شويه تمام. هو ده وارد انه يحصل مع اي لاعب على فكره طبعا. وبالمناسبه احنا مش بنقول ان اللعيبه دي بتتعاطى منشطات عن عمد. المعلومه اللي عندي وانت عارف الحمد لله احنا ما بنقولش حاجه غلط، ان الحاجات المنشطات اللي واخدها رمضان صبحي دي مصرح بيها، بس هو في حاجات معينه تجاوز الحد بتاعها فظهرت عملت زي الارم كده في التحليل بتاعه، يعني انت كده ايه خرجت بره الجدول اللي محطوط يعني، لان هو جدول. يعني هو الامر ما كانش يخص تلاعب في العينه، لان هو البعض كان قال، انا سمعت او شفت بعض المصادر الاعلاميه اللي قالت انه لا ده كان في تلاعب في العينه. بص هو يعني انا حتى الان يعني في كلام، انا خلي بالك برضو مش كل ما يقال في الاعلام بيبقى صح. في ناس في الاعلام طلعت قالت الكلام ده، فاحنا مش بنصدر مشاكل، احنا بنقول انا المعلومه اللي عندي. في ناس بتقول ان في تلاعب في النتائج، بس انا المعلومه اللي عندي في العينه نفسها اللي فاتت تمام. عشان كده في جلسه الاستماع في جلسه الاستماع هيتم تقديم عينه فيما لا يجاوز مده يكون اثر المفعول ده راح من الماده دي نفسها، راحت من الدم وبناء عليه او من الجسم، يعني بناء عليه هيتم تقديم عينه اخرى. بس انا المعلومه اللي عندي اللي انا متاكد منها ان هو تجاوز الحد المسموح لي بتناول المنشطات المسموح بيها، ولذلك عملت مشكله معاه. ان شاء الله يعني الامر يعدي على خير باذن الله رب العالمين. واحد من نجوم منتخب مصر رمضان طبعا يعني طبعا. شاء من شاء، ولا الناس تتفق او تختلف عليه محليا في بيراميدز او غيره، او حتى كمان في يعني تفاعله مع الجمهور، ولكن يظل واحد من نجوم منتخب مصر اللي احنا محتاجينه كتير جدا الفتره القادمه. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله حديثنا هيكون عن دوري ابطال اوروبا والنهائي اللي هيكون في هذه الليله، بروسيا دورتموند وريال مدريد الاسباني، اللي البعض بيروج وشايف انها مباراه محسومه من بدايتها لصالح الريال المتمرس جدا في دوري ابطال اوروبا. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم يحدث هذا الاسبوع وحتى الساعه